قبل 4 سنوات فقط كان وزن محمد علي البالغ من العمر 37 عاما لا يتعدى 90 كيلوغراما، لكنه مع مرور السنوات ظل وزنه يزداد يوما بعد يوم حتى وصل إلى 350 كيلوغراما، وزن جلب له كثير من المتاعب الجسدية والنفسية والاجتماعية. من زيادة الوزن ده تعبان، أنا من زيادة الوزن تعبان، يعني أبسط الأشياء كنت يعني أنا هس كبير البيت، يعني ما شاء الله كان هو الأولاد بيحتاج لأي حاجة، هسه فجأة كده زول بقى بس راقد لهم. ليس الأكل والشرب هما السبب وراء هذا كله، فالأسرة ليس بمقدورها توفير ذلك النوع من الأغذية الدسمة التي تؤدي إلى السمن الزائد، لكن ثمة عوامل أخرى بعضها وراثي والآخر مرضي. حكاية محمد كما يرويها بدأت بعد عملية جراحية أجريت له في رجله اليسرى لاستخراج جسم غريب كان قد دخل فيها، لم يتمكن الأطباء من استخراجه كاملا، وهو ما جعله طريح الفراش لمدة طويلة. بناشد كل من يستطيع أنه يقيف مع محمد، والله سواء ماديا أو معنويا. يعني محمد إذا الواحد جاله تليفون ساكت قال له محمد الليلة أنت كيف، عنده كبيرة والله العظيم ربنا يجزي أي زول بيعمل عمل زي ده خير الجزاء. للأطباء هنا في هذا المستشفى القول الفصل فيما يعانيه محمد من مرض السمن المفرط والقاتل، سببه خلل في الهرمونات وتفتح في الغدد، هكذا جاء تشخيصهم. أما العلاج فهو ممكن لكنه خارج البلاد. في هذه اللحظة ما بنقدر نساعد بأي شيء من ناحية جراحية، لأنه ما عندنا الإمكانيات الممكن نستعملها في الحالات زي دي. صحيح أن وزن وحجم محمد علي أصبحا كبيرين، لكن عزيمته في الاستشفاء مما ألم به من داء تبدو أكبر، وإن كانت الظروف المادية التي يعيشها لا تزال تشكل عقبة أمام عودة صحته إلى ما كانت عليه في السابق. هكذا كان محمد قبل أن تصيبه السمن، لحظات من الفرح الجميل عاشها وسط أفراد أسرته تجسد فيما تجسد ما كان عليه واقع الحال لرجل ينعم بالصحة والعافية. عبد الباقي العوض، الجزيرة، الخرطوم.